دائما السحر بالضبط السحر الأسود مو الكل في الكل. أحيانا إذا تمكن من صاحبه أو صاحبته يتحكم فيه، يصير مثلا الابن عاق لوالديه، عاق وهو يعلم أنه عاق، مع العلم هو من أهل الدين بعد محامي كتاب الله، ويستجد يتهم أبويه أو يتهم أمه أنها هي من تسوي له سحر أو تسوي له عمل وأمه بريئة. لأن ليش؟ لأن هذا الابن أو هذه الابنة كما قلنا حتى لو كانت حاملة كتاب الله، لأن هي مسحورة مسلوبة الإرادة أو مسلوب الإرادة. عشنا حالات، مو حالات يعني بعض ما يصدق يقول نعم، لا بعض الناس يستغرب كيف يعني رجل من أهل القرآن ويتهم أمه بالسحر وبالشعوذة ويشتمها ويسبها أكثر من ذلك والعياذ بالله. ونفس الشيء أحيانا ثاني تكون بنت حرمة من أهل الله من أهل القرآن يعني وتشتم أبويها أنهم هم ساحرين سووا لها أعمال كذا إلى غير ذلك، أو تكرههم من غير سبب، تبغضهم بغض ما يعني ما ولا ترحمهم شيء، حتى إذا قدمت لهم شيء مساعدة تمن عليهم، تمن عليهم. نفس الشيء كما قلنا دائما نقول لكم السحر يؤثر، إذا أثر وتمكن من صاحبه فيفعل به فعل. فما الحل؟ الحل على هذا الأبوين أن يعملوا العلاج لأنفسهم بنية إبطال السحر لأولادهم، هذا هو الحل، ما في حل ثاني. يعني الأم أو الأب المقصود من قبل بنته أو من قبل ولده يعمل علاج القرآن الكريم، ما في شيء، بنية إبطال السحر لهذا الابن المصاب أو هذه الابنة. بعضهم أحيانا تكون مثلا يكون الابن تزوج وهذه الزوجة سوت له سحر كراهية والنفور بين أبويه، فهذا يحصل ولا يكونوا أقارب جيران أو بعيدين منه، مهم عليه الصدود ويتهمهم بالباطل وما يرحمش أبدا بالكل كأنه ليس أبويه. بعضهم عندي خبر بالحالات اللي وصلنا معهم الحمد لله حل، كان يشتمهم يتلقنوا الشتم أكثر من مو حبس المال بس الشتم، مع العلم هم كانوا فقراء فصاروا يعيشون مع بعض الأقارب. فلذلك أنا أقول لكم السحر الأسود مو معناها البعض يقول السحر الأبيض ينجح في هذا، لا أبدا، يعالجون بهذه المشكلة. العلاج هو القرآن الكريم. أما السحر الأسود كما قلنا إذا تمكن فيفعل فاعل بصاحبه. وكيف يعلم؟ كيف يعقل ونعوذ بالله ابن أو ابنة من أهل القرآن ويشتم أبويه ويتهمون بالسحر والشعوذة وهم أبرياء، كيف يعقل؟ لذلك أن هذا كما قلنا هذا الشاب أو هذه الإنسية يعني هذه الأخت أو هذا الأخ عندهم بصفة عامة، لأن عشنا حالات وأكثرها الرجال يعني الأبناء حينما يصابوا بهذا السحر، سحر النفور كراهية بين الابن ووالديه، فخلاص